يا مساء الخيال والإثارة، أهلا بيك في مجرة الأنمي، المكان اللي فيه كل حاجة ممكنة. يلا بينا نبدأ سرد أحداث الحكاية. تخيل قائد للجيش البشري بيحارب ملك الشياطين، وفي اللحظة اللي بيخلص فيها عليه بيموت معاه وبيرجع للحياة شيطان. يا ترى هيقدر يرجع لجسمه البشري تاني؟ وإيه اللي مستنيه في عالم الشياطين؟ تعالوا نشوف إيه اللي هيحصل مع لياو. تبتدي قصتنا في كهف ملك الشياطين، وبنشوف بطلنا لياو واقف قدام ملك الشياطين. في اليوم ده بيكون بطلنا بقاله 18 سنة في الجيش، وبيقود أقوى فرقة من البشر، وهيخلص على الكهف الشيطاني ويرجع الأرض للبشرية. بيمسك السيف بتاعه وبيهجم على الشيطان وبيقول: النهارده هيكون آخر يوم في الصراع بين البشر والشياطين، وأنا اللي هخلصه والبشر هينتصروا. يسمع صوت ملك الشياطين بيقول له: أنت صدقت؟ حتى في الموت أنا مش هسيبك. بيظهر على الشاشه جنب بطلنا تحذير بالخطر، وهنا بينفجر الشيطان انفجار رهيب. بيقع بطلنا بعدها على الارض، وبتيجي رساله ان باقي دقيقتين بس ويموت. والرساله الثانيه بتقول له: عشان انت كنت قائد الجيش اللي انتصر في معارك كتيره من سنين وحاربت عشان البشريه، هيكون عندك فرصه انك تتولد من جديد. هل انت موافق انك تتولد من جديد؟ طبعا مش محتاج اختيار يا جدعان. وافق بطلنا على طول طبعا. بيغمض عينيه وبيسمع حد بيقول له: اصحى بطل نوم، الجيش بتاعهم جاي في السكه. بيصحى بطلنا وبيقول: انا اتولدت تاني، هايل. السيف الملك الشياطين كان فاكر انه هيقدر يخلص عليا، بس انا برضه مش سهل. لكن اول ما بيبص لنفسه اللي حواليه بيستغرب وبيقول: انا ايه اللي جابني هنا وسط الشياطين الوحشين دول؟ بيقول الشيطان العجوز يان: النقابه الزرقاء قريبه، احنا لازم نمشي من هنا بسرعه. بيستغرب بطلنا وبيقول له: انت قصدك ايه؟ هو انت بتكلمني اصلا يا راجل عجوز؟ بيبص بطلنا للمرايه وبيتفاجئ انه اتحول لشيطان. بيزعق وبيقول: انت نظام الزفت، مش قلت انها اعاده احياء؟ انا منقذ البشريه ومراتي حبيبتي مستنياني في البيت، ايه الجنان اللي انت عملته ده؟ بيستغربوا الشياطين اللي حواليه من كلامه، وبيقولوا النظام انه متاسف عشان خاطر حصلت مشكله في اعاده الاحياء. بيقول له بطلنا: مشكله؟ يبقى تصلحها بسرعه. بيرد النظام انه ما يقدرش يصلحها. بيكمل بطلنا: فين خدمه العملاء بتوعك؟ هي خدمات الزفت اللي انتوا بتقدموها دي تنفع للزباين كده؟ انا هشتكيكوا. بيقول له النظام انه هيحضر اعاده احياء تانية ليه، وبتظهر على الشاشه انه لو مات مره تانية هيرجع يتولد بشري تاني، بس لازم يموت في معركه مش من دماغه. بنشوف فريق الشياطين قاعدين بيتكلموا ازاي بطلنا اتجنن رسمي اول ما صحي، وانه لو البشر هيهاجموا واحد غبي زيه هيخلصوا عليه بسرعه. بس بطلنا بيكون بيفكر في خطيبته اللي هتتجوز من بعده. وهنا الشيطانه الساحره لامير بتقول: في 12 واحد من النقابه الزرقاء جايين ناحيتنا، ومفيش غير سمو لان مستوى بيه اللي يقدر يواجههم. احنا لازم نتحرك في طريق الخروج عشان لو مسكونا هيطلعوا عينينا. وهنا بتيجي لبطلنا فكره انه دي الفرصه اللي مستنيها عشان ينفذ اللي قال له عليه النظام. فبيروح ناحيه الطريق اللي جاي منه النقابه الزرقاء، فبيتصدموا الناس كلهم. وبيقول له يان: رايح فين يا مجنون؟ ده الطريق اللي جاي منه النقابه. بيرد بطلنا: اننا نستخبى ده مش حل للمشكله، لو قدرت ان اوقفهم هتقدروا انتوا تهربوا. بيستغربوا كلهم عشان بطلنا هيضحي بنفسه عشانهم، رغم انهم عارفين انه جبان وعبيط. لكن فجاه بيحصل انهيار في الكهف من دايره سحريه بتتفتح في السقف وبتقفل الطريق قدام بطلنا. هنا بتيجي بنت سيد الشياطين ليو وبتقول: احنا كبرنا مع بعض، وفي حاله صعبه زي دي مش لازم حد يفضل لوحده، لازم كلنا نمشي مع بعض. بيتعصب بطلنا عشان البنت دي جايه تبوظ خطته، وبيصرخ فيها وهو هاجم على الحجاره اللي قفلت السكه: ما حدش يفكر في الموضوع ده، اما الست حشريه بصحيح. بيضرب الحجاره بايده وبيحس انها بتوجعه قوي. بتستغرب ليه من كلام بطلنا وبيزعق يان فيه: ازاي تجرؤ تتكلم مع سموها بالطريقه دي؟ انت جننت؟ بيرد بطلنا بثقه: بلاش لو سمحت تقلله من راجل هيضحي بنفسه. طبعا الست ليو بتستغرب من الرجوله بتاعت بطلنا عشان اول مره تلاحظها. بيكمل بطلنا كلامه: كل الوقت ده وانا بس بستخبى، ايه اللي يخوف في البشر؟ وعشان انا شيطان شجاع اتمنى منكم تسيبوني اموت بكرامه. طبعا كلهم بيتصدموا بتدمع عينين ليو من الاداء العظيم ده. بيقول لها يان عشان يمشوا طالما بطلنا قرر انه يموت. بعد شويه بنشوف بطلنا بيعدي في الطرقه وبيوصل عند البشر، وهو فرحان عشان هيموت ويتولد تاني. فرقه البشر بيكونوا مصدومين ازاي ظهر شيطان جنبهم، وبيقول: يلا يا حلوين بقى، مين الراجل اللي وسطكم اللي هيقدر يخلص عليا؟ هنا الفرقه كلهم بيهجموا عليه مره واحده، وبطلنا فرحان عشان اخيرا هيتولد من تاني بين البشر. لكن فجاه بترشق سهام في واحد من الفرقه، وبيقول قائد الفرقه: خلوا بالكم ده كمين. طبعا بطلنا بيتصدم وبيتفاجئ لما بيشوف يان واقف ومجهز السهم ليهم. بيقول: عدى 3 سنين بعد المعارك العظيمه اللي كانت مع ملك الشياطين. بعد ما ملك الشياطين مات والمقاومه انتهت، البشر بداوا يغزوا ارضنا، وعشان احنا فضلنا نتنازل كنا فاكرين اننا ضعاف قصادهم. وانت يا لياو كان عندك حق المره دي. وبطلنا واقف زي لهبل مش فاهم اي حاجه. بيشوف فرقه الشياطين وليو اللي بتقول: النهارده الشياطين هتقاوم. بيتصدموا فرقه البشر من اللي بيحصل قدامهم، وبيكون بطلنا فاكر انهم اتشجعوا بسببه. بنشوف ليو اترقى في المستوى وبقى مستوى ايه، وبتكمل: جو قال اننا ما ينفعش اننا نستغنى عن بعض. طبعا البشر مصدومين من الترقيه اللي حصلت عشان هم عارفين انه اعلى شيطان عندهم مستوى بي، بس دلوقتي بقى فيه من المستوى ايه. ترفع ليو ايديها في الهواء وبتستدعي هجوم نجم الارض وبتضربه على البشر. بيحصل انفجار كبير وبيقف كلهم يبصوا لمكان. بطلنا بيفكر ان النقابه الزرقاء اللي منها البشر واللي هي نقابه عظيمه اتمسحت في ثانيه، وبدل ما ينفذوا خطته ويرجع يتولد تاني بنشوفه اترقى في المستوى كمان وكسب خبره وبقى مستوى دي. وبنروح لعاصمه المملكه يون، وبنشوف 2 من قاده الشياطين وواحد منهم واللي اسمه كاو بيقول: انت بتقول ايه؟
هي خطه الكوبري فشلت؟ بيرد الشيطان: ايوه يا سيدي، احنا حسبنا الوقت عشان فرقه الاميره تتحاصر من النقابه الزرقاء، وفي اللحظه اللي هيكونوا فقدوا الامل فيها هيخش المحارب جون مع الجنود الشياطين وينقذوها، وبيظهر ساعتها انه واحد من الشجعان وبتقع في حبه، بس فجاه كلهم دخلوا في حاله معنويه عاليه وقرروا ان هم يخلصوا على النقابه الزرقاء، حتى عمالين يقولوا ان الاميره اترقت في المستوى. بيقول كاو: ايه يا جنرال هنعمل ايه؟ بيرد الجنرال هوان واللي هو ابو جون وبرضه من القاده الثلاثه للشياطين: السلطه العسكريه في ايدي، وعشان مكانتنا احنا الثلاثه هنجبرها انها تتجوز ابني في المجلس ومحدش هيجرؤ ويعترض. بلغوا ابني الليله عشان بكره هيجي الجيش ويطلب ايديها. انا قلت لكم قبل كده ان خطه الكوبري دي ملهاش اي فايده. وبنروح للاميره وهي بتفكر ازاي كان بطلنا شجاع في المعركه، وبتقرر انها تكافئه وبتقول للشغاله لومير تنده عليه. بتضحك لومير وبتقول لها: حاضر يا ستي انا راح على طول. اما بطلنا فبيكون قاعد في بار عمال يشرب وبيبص لشاشه النظام اللي بتقول له انه لسه ما اختارش المهاره ومعاه 120 نقطه مش متوزعه. فبيزعق بطلنا: انا مش عايز اوزعهم، لو وزعتهم هيبقى الموت اصعب. وبيظهر على الشاشه سماته الاساسيه ومستواه، فبيكمل: المستوى دي تمام، يبقى الموت هيكون سهل، بس المنطقه دي بعيده قوي عن البشر، مين اللي هيجي ويخلص عليا طيب؟ وهنا بتوصل لومير وبتقول له ان الاميره عاوزه تشوفه، فبيقرب بطلنا منها وبيقول لها: جيتي في وقتك، بسرعه، انت الوحيده اللي تقدري تساعديني، لازم تخلصي عليا. طبعا بتكون فاكراه سكران وعمال يخرف او بقى مجنون وهي مش عارفه، لكن الحقيقه هو كان بيكلمها بجد رغم انها بتفكر انها تضربه ضربه بشاكوش كبير، بس بترد عليه وتقول له: ما ينفعش المره دي، النهارده انت لازم تشوف الاميره. بيضطر بطلنا يروح مع لومير للاميره اللي بتكون مستنياه وبتقول له: لياو، عشان انت كنت شجاع هديك وسام الشجاعه من الدرجه الاولى، ومن دلوقتي تقدر تخش القصر براحتك، وبرضه هديلك مجموعه ملك القتال عشان تبقى بطل حقيقي. بتكون المجموعه دي هي معدات الحرب لسيد الشياطين السابق، وهي عباره عن مجموعه حاجات بتتلبس زي الدرع واسوره وسلسله وخاتم وحاجات تانية، بس بطلنا بيكون مش فاهم اي حاجه، بياخد المجموعه بكل برود وبيقول: لو مفيش حاجه تاني انا هرجع لمكاني. هنا الاميره بتكون فاكراه انه بقى شخص واعي وبتعجب بيه اكتر، وهو خارج من اوضتها بيقابل 3 شياطين، واحد منهم بيكون من ال3 الكبار واسمه مينج ومسؤول عن القانون. بيقول مينج في سره: هي ليه طلبته يجي كده بالليل عشان تديله درع سيد الشياطين؟ يعني هي المره الوحيده اللي ظهر فيها انه شجاع وما كانش بيهرب، ما كانتش مره يعني. مكافاه زي دي لازم تكون قدام الناس كلها، والعمل المخفي ده مش بيبين ان عندها اي صفات ملكيه. انا خدمت المملكه دي بكل اخلاص طول حياتي، وانت يا ليو بتتجاهليني برضه وما فيش اي مكافاه. انا كده هضطر ان اقف جنب الجنرال هوان بكره. بيقول له بطلنا: ازيك يا عجوز، انا هدي لك المجموعه دي. بيتصدم مينج من اللي بيقوله له بطلنا، وطبعا بطلنا عاوز يموت، فالحاجات دي بالنسبه له ملهاش اي فايده. بيكمل كلامه: الاميره بتقدر جهودك وامرتني ان اديها لك، لازم تخلي بالك منها كويس. بيسيبه بطلنا بعدها وبيمشي، ومينج واقف ومستغرب والمجموعه في ايده. بيقول: انا متاسف جدا يا اميرتي، ازاي فكرت بالشكل الحقير ده؟ انا استاهل ان اموت، من دلوقتي هكون مخلص ليكي لاخر عمري. ونشوف بطلنا قاعد على السلالم وبيفكر انه مش هيقدر يموت في المكان ده، وانه ما عندوش حل غير انه بكره يروح ويدور على حد يخلص عليه. بس بيسمع حد بيقول: سيدي انت جيت؟ يرد الشخص التاني: ايوه، ليه بابا طلب يشوفني بسرعه؟ بيبص لياو ليهم وبيكون جون والشيطان اللي كان بينقل الاخبار، وبيكمل الشيطان: سيدي الجنرال قرر يتحرك بكره عشان يقود الجيش ومعاه 3 الكبار من الشياطين ويطلب ايد الاميره ليك في المجلس، ولو حاول حد يعترض هنخلص عليه على طول. ولما بطلنا بيسمع الكلام ده فبيقرر انه يفضل لتاني يوم. تاني يوم في قاعه الاجتماعات بنشوف الشياطين متجمعين، والاميره والقاده ال3 وجون كلهم موجودين جنبها، والياو قاعد زهقان من الاجتماع الممل وعاوزهم يخشوا في الموضوع اللي سمعه امبارح. بيقول كاو: الاميره فضلت زعلانه على السيد الشيطاني 3 سنين، ودلوقتي رجعت للقصر، والموضوع ده يستاهل المباركه. جيش البشر بعيد عننا حوالي 150 كيلو ودايما جاهزين، وبسبب حمايه الجنرال الكبير في المدينه دايما في امان. بترد الاميره: بجد الجنرال الكبير شخص عظيم، من ايام جدي وهو بيدير الجيش وبيحمي المملكه، لازم ياخد مكافاه كبيره. بيرد الجنرال: طالما الاميره عاوزه تديني مكافاه فانا عندي طلب واحد. جون تعالى هنا، اتمنى من الاميره انها تقدم لابني فرصه جواز لجون عشان انتم الاثنين كبرتوا سوا. وبتقول الاميره اول ما يقرب جون: ياه بقالي 3 سنين ما شفتكش، انت بتحب واحده يا جون؟ فبيرد عليها جون: اتمنى انك تتجوزيني. بتتصدم الاميره جدا لما بتسمع كلامه، وبتقول للجنرال انه ما يهزرش في المواضيع دي. فبيرد عليها: يعني لو كان في حب او لا مش مهم، مفيش حاجه اهم من الواجب. من 1000 سنه ما حصلش ان ست حكمت المملكه، ودلوقتي الاشاعات بتنتشر بين الناس وابتدوا يفقدوا الثقه في المملكه، وطالما الاميره هي اللي على العرش هيحصل مشاكل كتير، بس لو اتجوزتي جون ساعتها الناس هتسكت. بيبتدوا الناس الموجودين في الاجتماع يقولوا ان الراي ده منطقي، وان الامير جون وسيم وشجاع ومناسب، لكن مينج ما بيكونش عاجبه الكلام ده، والاميره بتكون متردده. وهنا بطلنا بيعرف ان دي فرصته، فبيقرب ناحيتهم وبيمسك ايد الاميره وبيقول: ما تخليش الغبي ده يسيطر عليكي، اي حد ليه الحق انه يدور على سعادته. انت ياض مين اللي اداك الجرأه تتكلم بالطريقه دي قدام القاده؟ بيتصدم مينج من الوطنه واللي بيقوله، وبتقول الاميره: انا اسفه يا جنرال، بس بيرد الجنرال ان هو خدم المملكه بكل اخلاص وهو من الشياطين العظماء، ودي كانت بالنسبه له مكافاه قدام كل الشياطين، وبيطلب من الاميره انها تفكر قبل ما تجاوب. هنا يان بيوجه السهم بتاعه على الجنرال وبيقول له يرجع ويبطل ضغط على الاميره، وبرضه مينج بيقول له يخلي باله من تصرفاته. فبيرد الجنرال: السلطه العسكريه في ايدي، مين ده اللي يجرؤ انه يواجهني؟ بتقول الاميره: يا جماعه استنوا، اللي قاله الجنرال صح، انا موافقه خلاص. فبيضحك بطلنا وبيقول: اما انكم واحده غبيه صحيح،
استسلمتي بسهوله كده يا هبله؟ ما ورثتيش اي حاجه من هبه ابوكي الملكيه؟ هو ايه اللي بيخوفك من الراجل ده؟ فبيقرب منه الجنرال وبيقول له ايه انت مين يا انت؟ وهنا بطنه بيتف على الجنرال وبيقول له انت خدام، انت ناسي مين اللي ادالك السلطه العسكريه دي؟ ودلوقتي بقيت شايف نفسك؟ فاكر نفسك قوي بالسلطه وتقدر تقهر الناس ها؟ بعدين الاميره دي عظيمه ومقامها كبير بين الناس، اميره جميله، ايه قيمه ابنك انت قدامها؟ فبيرد الجنرال ان كلام بطلنا ملوش معنى وان محدش يناسبها غير ابنه، لكن بطلنا بيقول انا مش هخبي عليك، بصراحه بقى اتفقنا من يومين لما كنا في الكهف اننا نتجوز انا والاميره. طبعا بطلنا مستني الجنرال يخلص عليه بعد الكلام المستفز ده، بيكون يان مصدوم ازاي بطلنا بيتريق على الجنرال والناس بتتكلم انهم سمعوا بان لياو هو اللي انقذ الاميره لما كانت متحسره من النقابه الزرقاء. بيقرب الجنرال من بطلنا بيقول له انت عاوز تموت ياض؟ انك تهين الجنرال علنا ودلوقتي بتهين الاميره؟ انت حقير وتستاهل الموت، وانا هخلص عليك يا حيوان. وهنا بنشوف الجنرال بيفعل الطاقه في ايده والناس بتبتدي تهرب عشان هجومه مدمر، بيضرب بطلنا في بطنه اللي بيفكر انه خلاص هيرجع لحبيبته هولينا. بيحصل انفجار كبير بعدها وبيقفوا كلهم يبصوا عشان يعرفوا ايه اللي حصل له، لكن المفاجاه بطلنا بيخرج من غير حتى ما يتجرح. فبيتعصب جون عشان كان لازم بطلنا يموت، وبيظهر على الشاشه ان بطلنا كسب اللقب قائد الشياطين العسكري وبقى المستوى بتاعه ايه، وعنده مهاره سلبيه دفاعيه. وبنشوف الكل ساعتها مصدوم، وبيقول واحد من الموجودين الاميره عملته قائد الشياطين العسكري، الامر ده بيتم استخدامه مره واحده في حياه الشيطان العظيم. بتقول الاميره جدي وابويا ادوك زمان منصب القائد العسكري، ومن يومها بقيت القائد العام للجيش، بس دلوقتي انا همنح منصب القائد العسكري للياو، واعتبارا من النهارده هيكون لياو الجنرال الايمن وهيتعاون مع الجنرال الايسر هوان عشان يقودوا جيش الشياطين. بيفكر هوان انها فاكره نفسها تقدر تستخدم الولد الصغير ده عشان تتحدى سلطته العسكريه، ويكون عاوز يشوف مين اللي هينحني قدامه. فبيحيي مينج بطلنا وبرضه العجوز يان بيحييه، وهنا بنشوف باقي الشياطين كلهم بينحنوا قدامه حتى كاو. طبعا بطلنا شايف نفسه انه طلع عبيط عشان خاطر اللي كان عاوزه ما حصلش. هنا هوان بيقول انك تبقى قائد عسكري للشياطين ده بيثبت ثقه الاميره فيك، بس ازاي واحد ما كانش قائد للجيش قبل كده حتى انه ما حاربش في المعارك يبقى مقنع قدام شياطين من الكبار والمحنكين في المعارك؟ لو عاوزين نشارك سلطتي العسكريه يبقى لازم يخش في اختبار الكهف الشيطاني للاسلاف. السلف العظيم لليون هو الملك الوحيد لقبيلتنا، واللي بيعترف بيه السلف العظيم ساعتها بيستحق قوه الملك، ولو قدر انه يتجاوز الكهف الشيطاني للاسلاف هقدم له الرموز العسكريه بنفسي. بيقول له يان يا ثعلب يا مكار، المكان ده ما فيش حد خرج منه من 100 سنه، انت ناوي على ايه؟ بيقول مينج الجنرال لياو اثبت جدارته دلوقتي واحنا بنطيع الاوامر للشيطان العظيم، انت عاوز تأسي الاوامر؟ بترد الاميره ما ينفعش كده، الكهف ده يعتبر منطقه محظوره من زمان، اللي بيروح هناك بيموت وده مش هيثبت حاجه. طبعا بطلنا اول ما سمع الحكايه ان فيها موت الفكره دخلت دماغه، بيضحك هوان وبيقول افهم من كده ان كلكم جبنه؟ بيرد بطلنا بسرعه كلام الجنرال الكبير صح، انا موافق، فين بقى الكهف الشيطاني ده بقى؟ ورهوني، انا عاوز اروح دلوقتي. بيتصدموا كلهم من كلامه، وبنعرف انه من 200 سنه فاتت قبيله الشياطين واجهت ازمه كبيره وضحى السلف العظيم لوليون بنفسه عشان خاطر يحمي القبيله، وختم قوته الشيطانيه في الكهف الشيطاني مستني وصول الملك اللي هيعترف بيه، بس للاسف ما حدش قدر يتجاوز الاختبار ده من يومها. بيقول مينج عشان تدخل الكهف لازم يكون في شخصين اقل حاجه، وباعتبار الجنرال لياو اول واحد مين التاني اللي هيجرؤ ويخش معاه؟ طبعا الكل بيكون مرعوب من الموضوع ده. بيقول هوان لازم يلاقي طريقه لوحده، لو مش قادر يلاقي شريك يخش معاه الكهف يبقى ازاي هيقود الجيش كله؟ وهنا جون بيرفع ايده وبيقول انا هدخل معاه. بيتعصب هوان منه بيقول له انت بتقول ايه؟ مين سمح لك تاخد القرار ده لوحدك؟ بيرد جون وهو انت يا بابا شايفني اقل منه؟ اللي بيعترف بيه السلف العظيم يستحق قوه الملك، ولو في ملك هيظهر في المملكه فلازم يكون انا. بتكون الناس شايفه ان جون شجاع فعلا وهو الوحيد اللي هيقدر يخش للكهف، بس هوان مش بيكون راضي وخايف على ابنه من الموت. بعد شويه بنشوف كاو عمال يكلم جون وبيقول له القرار ده كان صحيح، مين الولد لياو ده غير واحد محظوظ وما عندوش القوه الحقيقيه، بعكس الامير اللي طول عمره نجم من وهو صغير، ما ينفعش نخلي واحد زيه يكبر، انت تقدر وانت في المهمه دي جوه الكهف الشيطاني انك تلاقي الفرصه المناسبه وتخلص عليه. بيقول له جون هو عارف هيعمل ايه، وبنروح لمكان تاني بيكون بطلنا مع لامير ويان. بتقول له لامير ان الامير جون اناني جدا ومش هيسمح بوجود شاب احسن منه، عشان كده ممكن يخلص عليه في ظهره. بيتبسط بطلنا عشان فرصه موته بتزيد اكتر واكتر، لكن بيخش مينج وهو بينده على بطلنا وبيقول له انه جاب له جرعات سحريه وعلاجيه عشان الكهف الشيطاني فيه خطر كبير ولازم يحافظ على سلامته. طبعا بطلنا بيكون مش عاوزهم اصلا وعاوز انه يموت. وبنروح دلوقتي للكهف الشيطاني وبنشوف بطلنا وجون ولامير واقفين في ساحه، وبيدي بطلنا الشنطه بتاعه الجرعات لجون وبتسالهم لامير لو كانوا جاهزين، والاميره ساعتها بتودع بطلنا وبتقول له يخلي باله من نفسه. بتفعل لامير دوائر السحر وبتنقل بطلنا وجون للكهف الشيطاني. بعد ما بيخشوا الكهف بنشوفهم وصلوا لدور الخفاش الشبح واللي تخصصه انه بيعرف يختفي. بنشوف بطلنا وجون ماشيين في الكهف وبيقول جون انا ما اعرفش نوع الوحوش المستنيانا في الكهف ده، فبيفتكر بطلنا كلام لامير وان جون هيطعنه في ظهره، فبيقف قدامه وبيقول ياه انا ما عنديش اي دفاع وحتى مش لابس غير هدومي ودفاعي ضعيف قوي. بيستغرب جون من كلامه ازاي بيكشف نفسه كده بسهوله وهم لسه يا دوب مش عارفين ايه الوحوش اللي حواليهم، لكن بطلنا فاكر ان جون لازم يخلص عليه دلوقتي. وفعلا جون بيخرج السيف من دراعه وبيقول الزهره،
وبتعدي من جنب بطلنا زهره صغيره، وبيجري جون بسرعه رهيبه من جنبه، بيكون في خفاش كبير واقف قدام، فبينط جون وبيخلص عليه، وبطلنا مش فاهم ايه اللي بيحصل حوالين منه. فجاه بتهجم عليهم كل الخفافيش اللي في الكهف، وبيكون عددهم كبير جدا. بيطلع جون الزهره مره تانية وبيرميها في الهواء حوالين الخفافيش، وبيطرقع بصوابعه، فبتخرج منها خطوط بتتصل مع بعضها بتقطع الخفافيش كلهم وبتخلص عليهم. وبيقول جون: انت كنت عارف ان في خفافيش اشباح مش كده؟ عشان كده عملت الخطه بانك تكشف نفسك ويظهروا، وبعدها سبتني عشان انا اقوى شيطان اخلص عليهم بضربه واحده، بس اوعى تكون فاكر ان الحركه دي هتخليني امشي وراك. بيبص له بطلنا وهو هيموت من الغيظ وبيقول له: برافو عليك، انت بتشغل بدماغك بطريقه هايله بصراحه، انت ذكي جدا. بيكمل جون على باقي الخفافيش بالزهره وبالسيف، وبطلنا واقف وهو هيتنقط، وبيفكر انه لما كشف نفسه كان عاوز جون يخلص عليه هو، بس الغبي فهم الموضوع بطريقه غلط وافتكر ان هم بيشتغلوا مع بعض، وكل الوحوش بتهاجمه عشان هو الوحيد اللي بيخلص عليهم، وفي الحاله دي لا جون هيخلص على بطلنا ولا حتى الوحوش هتعمل معاه كده، فبيقرر انه يشد الوحوش ناحيته عشان يخلصوا عليه. بيبص لشاشه النظام وبيكون عنده 480 نقطه للسمات بس لسه مش متوزعه. بيكمل جون طريقه وهو بيقول ان دي اخر حته من الخريطه، وهو مستغرب ازاي بطلنا ما عملش لسه ولا حاجه، وبيفكر انه ممكن ما يكونش عنده القوه ولسه بيدور على الخبره. بس فجاه بتتهز الارض من تحتهم وبيظهر اشعار لبطلنا بالخطر، وانه اتفعل تحدي المستوى، واللي هي معركه حراس الملك الشيطاني مستوى التحدي A، ومدته 20 دقيقه. مهمتهم انهم يصمدوا قدام هجوم حراس الملك الشيطاني، والحراس دول ما عندهمش اي نقط ضعف. في اللحظه دي بيظهروا قدامه الحرس مباشره، يضرب جون الظهور عليهم، لكن بيكون في واحد من الحراس عنده قدره ناريه فبيولع في الزهره كلها. بيتصدم جون من اللي حصل له وبيجهز الحارس نفسه عشان يضرب، وفعلا بيضرب حجر ناري ناحيه جون، فبيخبط الحجر في جون، وبعد ما بتهدى النار بنشوفه واقف من غير ما يتاثر، لكنه بيتصدم لما يلاقي دراعات بتخرج من وسط النار وبتلف حواليه لدرجه انه ما بيبقاش قادر يتحرك. بيبص لبطلنا وبيقول في سره لما شاف ان في وضع وحش ما كانش قادر يتدخل، مش كده؟ معقوله فعلا هو شخص ضعيف وما عندوش قوه؟ انا كنت فاكره احسن من كده بكتير. طبعا بطلنا لسه مركز مع الشاشه وعمال يوزع نقط السمات اللي عنده، وبنعرف انه حطها كلها في الهجوم، وبكده دفاعه بقى ضعيف جدا، وهو عمل كده مخصوص عشان يسبب ضرر ويجذبهم ليه عشان يخلصوا عليه. في اللحظه دي بيكون جون متعصب ويقول: انا هخليهم يحسوا باقوى هجوم عندي، وبكل قوه بيشد على الدراعات اللي لف حواليه بيقطعها. بيخرج منه شوك كتير جدا بتروح كلها ناحيه الوحش وبتنزل حواليه. بيقول جون وهو بيطرقع صوابعه: انفجار! تنفجر الشوك دي كلها، لكن الوحش بيكون عنده قدره تحمل كبيره جدا، فبيتصدم جون عشان حتى ما قدرش انه يدمر الدرع بتاع الوحش. في اللحظه دي واحد من الوحوش بيضرب دايره سحريه على جون وبيسيطر عليه وبيرفعه في الهواء، بتلف الوحوش كلها حواليه، وبنشوف بطلنا بيتسحب من وراهم من غير ما اي حد ياخد باله. بيقرب من الوحش الناري وبيضربه بوكس في ظهره، فبيعمل بجسمه حفره كبيره وبيموت بعدها الحارس. بيستغربوا باقي الوحوش ان ازاي زميلهم مات بالسهوله دي، وبيسيبوا جون عشان يهاجموا بطلنا. فبيقع جون على الارض وبيبص مستغرب لبطلنا اللي بيفكر انه قدر يخلص على واحد من الحراس، بس طبعا غبائه هو السبب عشان حط كل النقط بتاعه السمات في القوه بتاعه الهجوم، وده اللي خلى قوته تخلص على الوحش فعلا. بيكون جون كمان مستغرب ازاي بضربه واحده قدر يخلص على الوحش، لكنه بيفهم ان الوحوش دي نقط الضعف بتاعتها موجوده في ظهرها، وهو ده اللي خلى بطلنا ما يهاجمش من الاول. بيقول في سره: الراجل ده بيتوقع كل حاجه من الاول، زي ما يكون بيخبي قوته عشان حراس ملك الشياطين يهجموا عليا، وساعتها هو يقدر يكشف نقاط ضعفهم. لا برافو عليك. طبعا عشان بطلنا خلص على واحد من الحراس، فده خلى الوحوش كلها تتعصب وتعتبره هدفها الاول. بيقفوا كلهم حواليه، فبيبتسم بطلنا وبيقول في سره: اخيرا باين ان خطتي نجحت، دلوقتي بقى يهاجموني كلهم، مستوى الهجوم عندهم عالي قوي وانا الدفاع بتاعي في الارض، هيخلصوا عليا بضربه واحده اكيد. وبيشاور للوحش وبيقول له يجي له، فبيهاجم الوحش عليه، وخلاص بطلنا عاش الحلم بتاعه انه هيرجع لشكله البشري، بس جون مش بيسيبه وبيبوظ له الحلم وبيضرب زهر على ظهر الوحش وبيفعلها، فبتقطع الوحش حتت. بيتصدم بطلنا لما بيشوف الوحش قدامه بقى كفته، وبيقول لجون وهو هيتجنن: هي دي الاستراتيجيه بتاعتك؟ نقاط الضعف بتاعتهم في ظهرهم، انا بستفزهم وانت بتهاجم، وانت تستفز وانا بهاجم، فهمت؟ وهنا بيتحولوا الوحوش ناحيه جون. بيكون بطلنا هيموت من الغيظ عشان خطته كانت ماشيه زي الفل لحد اما جه جون وخربها له. بيبتدي جون يجري والوحوش بتجري وراه، بطلنا عمال ينده عليهم عشان يرجعوا له، وبيهجم على وحش تاني وبرضه بيعمل فيه حفره بيخلص عليه. وهنا اخر وحشين بيبصوا له وبيتحول الهدف مره تانية عليه. بيقول لهم بطلنا عشان يجوا يخلصوا عليه ويريحوه بقى، فبيقف بكل فخر مستني انه يموت، لكن جون ما بيسيبش برضه الموضوع يتم. بيهجم على الوحش في ظهره وبيضربه ضربه جامده، بيتحول الهدف على جون مره تانية وبيهرب من قدامهم، وبطلنا عمال يزعق ويدبدب في الارض عشان ما يبعدوش، فبيضرب الوحش التاني وبيخلص عليه وبيرجع هو الهدف. بس مش بيكون فاضل غير وحش واحد ودي فرصته الاخيره، فبيقف قدامه عشان الوحش يضربه ويريحه بقى. وفعلا الوحش بيجهز هجوم وبينزل بيه على بطلنا، لكن جون في اخر ثانيه بيقطع الوحش 100 حته. بيقف جون قدام بطلنا وبيقول له: الاستراتيجيه القتاليه دي محدش يقدر يقف قصادها، بجد برافو عليك. بيقول بطلنا في سره وبيكون هيتجنن: احنا عملنا ايه؟ احنا قدرنا نخلص عليهم كلهم؟ بيقول له جون: انا عاوز اعترف لك، انت تستاهل انك تتنافس معايا في المستقبل. وفجاه بتتهز الارض من تحتهم وبتتكسر، وبيسمعوا صوت قوي بيضحك وبيقول:
محدش اتجرأ ان يخش الكهف ده من سنين طويله. كنت فاكر ان شباب الشياطين ما عندهمش الجرأة انهم يتحدوا مكانة الملك. وبيخرج من تحت الارض طاقه رهيبه وبيظهر تنين عملاق وبيكمل: برافو عليكم، انتوا خلصتوا الاختبار ودلوقتي ميعاد التحدي الاخير. اللي هيخرج من هنا هو شخص واحد بس وقدامكم 10 دقايق. وبنعرف ان التنين ده هو ملك الشياطين من المستوى 55. بيكمل التنين: اللي هيفضل عايش هيكسب لقب الملك وجايزه سيد الشياطين، او هتموتوا انتوا الاثنين. فبيقول جون: هو يقصد ايه؟ عايزنا نحارب بعض؟ يكمل في سره: انا مستقبل المملكه وما ينفعش نموت، بس الشخص اللي قدامي قوته كبيره قوي. طبعا بطلنا بيكون فرحان عشان المره دي الفرصه جت ذهبيه وجت له حد عنده عط بطاب. بيقلع الجاكيت اللي لابسه وبيكون جون بيجهز نفسه وهو شايف بطلنا ازاي واثق وعاوز يكسب. بيقرر انه مش لازم يخسر قدامه، فبيقلع بطلنا التيشيرت كمان واللي هو درع وبيقول: باعتبار مش هيخرج غير شخص واحد يبقى كده انت لازم تهجم. استني ايه؟ يفكر جون ان بطلنا بيحاول يغريه ويستفزه عشان يهجم عليه واكيد ناويله على فخ جامد، لكن بطلنا بيكمل قلع هدومه وبيقول له: اطمن، لا معايا شنطه سحريه ولا لابس حاجه غير الشورت ده. كل اللي لازم تعمله انك تضربني بكل قوتك وهتكسب لقب الملك والجايزه يا عم، هتبقى الملك الجديد والوحيد والفريد في العالم ده كله. بيرد جون: هي خطتك ايه بالظبط؟ يعني انت قريب من النجاح قوي، ليه بتتخلى عنه؟ بيتعصب بطلنا عشان جون بيضيع له وقته وبيكمل جون: يعني انت الاميره بتثق فيك واخدت القياده العسكريه ووصلت للمرحله دي وعندك قوه هجوميه مش ضعيفه وتقدر بضربه عاديه انك تخلص على حارس لسيد الشياطين، بس لو هتواجهني في معركه زي دي فانا واثق اني هقدر اهزمك بسهوله، يبقى ليه بقى بتستسلم؟ بيقول له بطلنا: المملكه ما تنفعش تعيش من غير عيلتك يا جون، والقائد هوان خدم المملكه باخلاص، وانت بطل جامد هتكون مستقبل المملكه، بس انا ايه؟ انا مجرد جندي محظوظ شويه وقيمتي ولا حاجه قدام حياتك، وعشان مملكه الشياطين انا لازم اموت، موتني. فبيتصدم جون من كلامه وبيفتكر مامته لما كان صغير ساعه ما قالت له انه في يوم من الايام هيكبر وهيبقى شاب وهيشيل في قلبه هجوم المملكه، وان الشياطين مش هيبقوا اقوياء الا لو كانوا متحدين. فبيقول جون في سره: يا امي انا حسيت بالاهانه، يعني في الوقت اللي الشخص ده بيفكر في المملكه ومستقبلها وبيقدم حياته عشانها، انا كنت بفكر في الخطط بتاعته وفي لقب الملك وهو عمال يفكر في مصير الشياطين. وبيقول التنين: باقي 8 دقايق والعقاب هيبتدي، لو مش هتتحركوا انا هخلص عليكم. بيزعق بطلنا: انت مستني ايه يا عم انت؟ ما تيجي جنبها وتخلصني. بيرد جون: الملك الشيطاني ده قال من شويه انه لو ما خلصناش على بعض في 10 دقايق فهو هيخلص علينا، وانا بفكر بصراحه ان اجرب حاجه تانية. وبنشوف جون بيفعل سحر وبيخرج من جسمه طاقه رهيبه وبينشر الزهور. بيبص له الملك الشيطاني وبتوصل الزهور للحاجز اللي فوقهم وبيفجرها جون، فبيحصل انفجار رهيب جدا وبيزعق التنين: انت هتتجرأ انك تخترق الحاجز؟ وهنا بنشوف ان جون اتطور وبيقول: ايه رايك نتحد انا وانت ونحارب الشيطان ده؟ فبيضحك التنين: شويه اغبياء، انا هوريكم. بيبتدي جون يحس بالقوه عنده بتزيد، وبطلنا واقف على جنب بيتفرج عليهم وبيقول: اهو طلع سيفه تاني، هيصدعنا بقى، هو ليه بيخلي المواضيع البسيطه معقده كده دايما؟ وبيهجم جون على التنين وبيضرب عليه الزهور، لكن التنين بينفخ عليه اللهب بس بيتفاجئ بجون جنب دماغه اللي بيضربه بسيف، انما التنين صحته كبيره جدا وضربه جون ما بتاثرش في حاجه. بيتحرك جون بسرعه وبيرجع يهجم على التنين تاني وبيرمي الزهور وبتبتدي تضرب في التنين، فبينزل جون على الارض. هنا التنين بيعتبره الهدف الاول وبيتحرك بسرعه، فبيعمل دوشه كبيره جدا وبيبص جون وراه وبيتصدم بديل التنين اللي بيضربه بيطيره لبعيد جنب بطلنا اللي بيفكر انه لو جون مات هيبقى هو الملك. وبيجمع التنين الطاقه عشان يضربها من بقه وبيوجهها ناحيه جون، لكن بطلنا الياو بيقف قدامه وبيصد الضربه بجسمه، فبيخسر كتير من صحته. وجون عمال يبص للياو مستغرب وبيقول في سره: دي تاني مره ينقذني من ضربه كانت هتموتني. بيخرج جون جرعه علاج فوريه وبيرميها على بطنه وبتضرب في جسمه وبتبتدي تعالج لياو وفي ثانيه بترجع صحته كامله. بيتجنن بطلنا وبيشد في شعره عشان كل ما كانت خطته هتنجح بيفشلها له جون، وبيرجع تاني جون يرمي ال3 جرعات مع بعض وكلهم جرعات تعزيز ودفاع، فبيضربوا في بطلنا لياو وبيزودوا احصائياته. وبيقول جون: خلينا نكمل المعركه. طبعا لياو مقهور من الغيظ عشان بدل ما بيقرب من الموت دلوقتي بقى اقوى وصحته كامله. وبنشوف جون طاقته بتزيد وبينط بسرعه رهيبه على التنين لغايه اما يوصل لدماغه وبيضرب الزهور، لكن التنين بيضربه وبيرميه في الارض. فبيجري لياو ناحيته وبيبتدي على طول يقف قدام التنين عشان يحمي جون، ويوجه التنين ضربته تاني على بطلنا لياو. بيبتدي لياو يخسر صحته من ضربه التنين، لكن فجاه بيضربه جون بجرعه علاج تاني، فبيتجنن بطلنا منه. وبتفضل المعركه لغايه اما وصلت صحه التنين لاقل من النص. بيقف جون جنب لياو وبيقول: لو كملنا بالطريقه دي هنقدر نخلص على ملك الشياطين. لكن بيظهر على الشاشه ان الملك فعل مهاره سلبيه واللي هي مهاره مستوى 555، ودي بتدي له علاج 100,000 نقطه بترجع له صحته زي ما كان في الاول خلال دقيقه. بيتصدم جون من المهاره الخارقه دي وبيكون عارف لو هيفضل يهاجم فمش هيقدر يلحق سرعه العلاج بتاعته. بيضحك التنين وبيقول: انتوا ازاي تجرؤوا يا ضعف انكم تفكروا تخلصوا على ملك الشياطين؟ وبيزقر بصوت عالي فبيخسرهم من صحتهم بقوه الزئير. بيكمل التنين: قصاد القوه المطلقه الشجاعه ما بتعملش حاجه. بتكون الهجمه الاخيره للتنين سببت حاله تسمم وبتخليهم يخسروا كتير من صحتهم، وحتى التعزيزات بتروح منهم وبيقعوا هما الاثنين في الارض. بيحاول جون انه يستخدم العلاج الكامل بس ما بيقدرش عشان مش مسموح له غير مره واحده في اليوم. وبيقول لبطلنا لياو ان كل الادويه خلصت. بيكون التنين ساعتها عمال يجهز ضربه جديده من بقه. بيقول جون: احنا خسرنا. فبيرد بطلنا وهو بيبتسم: لا لسه ما خسرناش،
في 10 دقايق لو نجا شخص واحد ساعتها التاني هيقدر يكمل التحدي، انت لسه تقدر تكسب لقب الملك. فبيسالوا جون يقصد ايه، لكن بطلنا بيمسكه من كتفه وبيرميه لبعيد وبيقول انت لازم تفضل عايش عشان مستقبل الشياطين، صحيح انت واحد من الشياطين بس انت شخص كويس. بيكون جون عمال يزعق قبل ما بطلنا توصل له هجمه التنين، وفي اللحظه دي بيوصل لها بتاع التنين وبيختفي بطلنا وراه. بعد شويه بيظهر نور جاي من فوق على جون اللي بيبص له وهو مصدوم، وبيضحك التنين وبيقول مبروك، اخيرا في شخص قدر يخلص اختبار الاجداد. زمان الاجداد ضحوا بحياتهم عشان يحموا شعب الشياطين، وطبعا اهم المهارات كانت موجوده في الكهف ومستنيه المحارب اللي يستاهل المهارات دي. وبيظهر على الشاشه الحاجات اللي كسبها وبيكون من ضمنها لهب التنين. بيكمل التنين رغم كده على مدار 200 سنه كل اللي اتجاوز الاختبار من الشياطين كانوا بيخلصوا على بعض في اخر مرحله عشان يكسبوا اللقب، وحتى لو نجا واحد منهم فمش هيكون مؤهل عشان يبقى ملك، بس انتوا الاثنين دعمتوا بعض واخترتوا انكم تواجهوني. الاحساس والايمان بحمايه شعب الشياطين بدون خوف من الموت دي حاجه عظيمه، والملك هي في الاخر صفه اكتر من انها القيمه اللي بيحتاجها الملك. وبنشوف بطلنا واقف جنب جون وبرضه بتظهر له الرساله بالحاجات اللي كسبها، بس بطلنا بيكسب العلاج بتاع ال 100,000 نقطه. فبيبص بطلنا للشاشه وهو مش مستوعب اللي بيحصل. بيوصل الخبر للاميره والقاده ان جون وبطلنا قدروا يخلصوا اختبار كهف الاجداد في فتره قصيره. بيقول كاو معنى كده ان النبوءه القديمه اتحققت، النبوءه اللي كانت بتقول ان في الجيل ده هيظهر ملك الشياطين اللي هيوحدهم كلهم. بتقول الاميره ليو اخر واحد حمل اللقب ده كان من عيلتنا، ملك الشياطين ليو ليون، ومن وسط الشياطين كلهم في العالم بيتولد ملك حقيقي واحد، بس كل في اوقات بعيده قوي، وهتظهر هاله ملكيه حواليه مش زي هال باقي الشياطين، وبعد ما يعدي عليه كل المصايب اللي في الدنيا هيبقى في الاخر شخصيه هتقدسها كل الشياطين. بيقول قائد هوان مش غريب على ابني انه يكون متميز وانه يبقى ملك، دي حاجه بديهيه بالنسبه له، انا بجد قللت من الولد ده. بيرد الشيطان اللي جايب الخبر متاسف بس مش السيد جون اللي بقى ملك، انما هو الجنرال لياو. بيتصدموا كلهم اول ما بيسمعوا الخبر ده، وفي نفس الوقت بنشوف بطلنا قاعد في البار وعمال يشرب. بعد شويه بنشوفه خارج وعمال يفكر في المهاره اللي كسبها من المعركه مع ملك الشياطين واللي هي شريط الصحه ابو 100,000 نقطه. بيقول يعني شريط الصحه ده بهدلني، مش هعرف اموت كده ومش هقدر ارجع انسان تاني، وحشتيني يا هولينا. بيكمل بطلنا وبيخش في سوق وبيحس ان في حد بيراقبه من ورا الحيطه، لكن لما بيبص مش بيلاقي حد، بيكون في ولد صغير هو اللي واقف ورا الحيط، ولما بيبص الولد تاني عشان يشوف بطلنا بيتصدم فيه، بيلاقيه بيبص له وبيزعق له انت بتراقبني؟ بيترعب الولد وبيقع في الارض وبيقول وهو بيعيط انت ما خوفتنيش، انا مش خايف منك. طبعا الولد ده يا جماعه هو الشيطان شياو. بيساله بطلنا هو ليه ماشي وراه، فبيقول له شياو كنت عاوز اطلب منك طلب انك تيجي معايا الكهف بيلينج الشيطاني وانا مستعد اكون خدامك. بيديله شياو ورقه مكتوب فيها انه كسب 3 امنيات ولازم يجيب الرساله دي معاه للكهف عشان يقدر ياخد الامنيات ال3. فبيساله بطلنا ايه حكايه الكهف ده، بيكون في واحد من الشارع واقف جنبه بيبص للرساله. بيكمل شياو لما جات لي الرساله دي رحت للكهف على طول، بس قالوا لي لو ما قدرتش اتحول للشكل الكامل وبقيت كبير مش هيسمحوا لي اخش، وبالصدفه لقيتك بتخرج من كهف تاني، فانت اكيد عندك طريقه تقدر تساعدني بيها ادخل. بيقول الراجل اللي واقف جنبهم دول نصابين، باين الكلام ده في الرساله. بيقول بطلنا لشياو هو انت شايف انك تقدر تحقق كل حاجه؟ انا سمعت قبل كده ان في نافوره امنيات وهي دي اللي بتحقق الامنيات، بس ما توقعتش انها حقيقيه. بيرد شياو انا دفعت 50,000 عشان العضويه وعملت اختبارات كتير ودلوقتي جات لي فرصه. بيفضل الراجل اللي جنبهم يحذرهم ان ده نصب، وبيكون شايف ان الواحد يقدر يسرق من العيال بكل سهوله. بيقول شياو دي اخر فرصه ليا، انا دفعت كل الفلوس اللي كسبتها من الشغل عشان اكسب الورقه دي، امي عندها مشكله في القلب وقدامها شهر واحد بس ولازم الاقي قلب شيطان مناسب ليها بسرعه. بيقول الراجل ان الولد ده حالته صعبه بس مفيش اي غبي هيروح معاه. هنا بطلنا بيقول انا هروح معاه بس في الاول انت هتديني امنيه واحده من ال3 دول. بيوافق الولد ان يديله امنيتين مش واحده، وطبعا بطلنا كل اللي عاوزه انه يرجع انسان تاني. بيمشوا هما الاثنين من المكان وبيسيبوا الراجل واقف وبيقول لنفسه يعني ما بيسمحوش انك تخش الكهف الا لما تبقى كبير، مش هي دي عصابه النصب اللي بقالها فتره بتشتغل؟ بعد شويه بنشوف بطلنا وشياو وصلوا لباب المغاره، وبيرفع بطلنا الورقه قدام الجهاز فبيتفتح الباب وبيخشوا هما الاثنين. في نفس الوقت بيكون في حد بيراقبهم على الكاميرات وبيقول عندنا صيده جديده، اقفلوا الباب كويس وجهزوا الشبكه، ما تنسوش مش عاوزين نكون صعبين قوي عليهم عشان لو ماتوا مش هنكسب حاجه واحنا عايزينهم عشان الشغل. بعد ما بيخشوا للكهف بيتقفل الباب وراهم، بيبصوا هما الاثنين للباب وبيكون في شيطان واقف وراهم وبيهجم على بطلنا بيضربه. طبعا بطلنا مش بيتاثر عشان صحته 100,000 وبيقول له ازيك، هو ده بقى كهف بيلينج؟ بيفكر الشيطان اللي ضربه ان بطلنا بيمثل عشان فضل بحاله الهدوء دي بعد ما اتضرب ضربه قويه جدا منه. بيكون حواليه 3 شياطين كمان معاه. بيكمل بطلنا احنا جينا عشان ناخد الامنيات بتاعتنا، هو احنا جينا المكان غلط ولا ايه؟ بيضحك الشيطان وبيقول له هو انت بتحلم؟ هم الاغبياء الطماعين اللي زيك هم اكتر ناس بنخدعهم، ما تفكر بدماغك دي، فين الحاجه اللي بتحقق الامنيات في العالم ده؟ بيرد لياو بلاش كلام فارغ، فين النافوره بتاعت الامنيات الشيطانيه؟ هاتوها لي بسرعه. بيضحكوا الشياطين ال4 وبيقولوا له ان القصه دي للعيال الصغيره وازاي ان هو مصدقها. بيجي القائد بتاعهم وبيقول انهم اكبر منظمه لتجاره الاعضاء في المملكه، وبيضحكوا على الاغبياء اللي زيهم عشان يجيبوهم الكهف، ولو كان بيسمع الكلام فممكن يشتغل عندهم عبد طول الحياه،
ولو ما سمعش الكلام بقى هيقطعوا جسمه حتت ويبيعوها، اصل اللي زيهم من الطبقه الدنيا لو اختفوا من العالم محدش هيلاحظهم، وانه جسمه ضعيف بس ممكن يكون مفيد في المعدات العسكريه. بيطبطب على وشه وبيقول له انه يبقى كلب مطيع ويقبل اللي هيحصل له. وهنا بطلنا بيضرب القائد بوكس بيطيره في الهواء، وباقي الشياطين بيبقوا واقفين مصدومين من اللي حصل. بيقول بطلنا الموضوع ده حصل كتير من اول ما رجعت للحياه من جديد، ودايما بتخيب الحكايه معايا. بيقول الشيطان اللي هجم عليه في الاول الولد ده اتجرأ انه يرد علينا، كله يلبس الدروع. بتظهر الدروع حواليهم وبيلبسوها كلها وبتكون من مستوى عالي. بيقول الشيطان الواد مش هيعرف خطوره العالم لحد ما يشوف قوتنا، خلونا نجرب الدروع الجديده دي عليه، خلصوا عليه. بيهجموا الشياطين على بطلنا اللي بيقول انا دايما بكون قريب من النجاح، بس دلوقتي لازم اتعامل مع الموقف ده، انا مكتئب قوي ومتعصب، هوريكم يا كلاب. وبيضرب بطلنا بالبوكس بتاعه، فبتحصل صدمه كبيره من قوه الضربه بتاعته، وبنشوف الشياطين في الارض والدروع بتاعتهم اتفرتكت. بنشوف بطلنا بيعيط وهو متعصب قوي ودايس على دماغ الشيطان اللي هجم عليه، وباقي الشياطين بيعتذروا له وبيطلبوا ان يسمح لهم يمشوا عشان كانوا مجبرين ان يعملوا كده، وبرضه هم اتخدعوا زي ما حصل معاه، والقوه اللي مسؤوله عن المنظمه دي كبيره قوي وما يقدروش يهربوا منها. طبعا بطلنا كل الوقت ده كان سكران، وفي اللحظه دي بيصحى وبيقول قوه كبيره. بيرد عليه الشيطان اللي تحت رجله خايف اقول لك مين اللي ورانا فتموت من الخوف، احنا ورانا شخص مسيطر على منصب عالي قوي في المملكه، ولما هيجي الجنرال مش هيكون عندك فرصه تفضل عايش. بيفكر بطلنا ان صاحب المنظمه دي هو واحد من الجنرالات الثلاثه اللي في المملكه، وفي اللحظه دي بيتفتح الباب وبيقول الشيطان وهو بيضحك الجنرال وصل، اجهز عشان تموت. بيبص بطلنا للباب وبيخش الجنرال وبيقول هو انت اللي عامل الدوشه دي هنا؟ يتصدم بطلنا اول ما بيشوفه بيقول له يعني النصابيه دي صاحبها هو العجوز كاو؟ يكون في شيطان مع الجنرال وبيزعق انت ازاي عرفت مين اللي ورانا؟ وازاي بتتجرأ وتهينه بالطريقه دي؟ بيطرقع الجنرال بصابعه وبيقول اكيد الفاشلين دول هم اللي كشفوا الموضوع. وبنعرف ان الجنرال ده هو اخو كاو اسمه بانج. بيحاول الشياطين يعتذروا منه وانهم ما قالوش اي حاجه وبيطلبوا يسامحهم، لكن في لحظه بتتفرتك دماغهم. وبيقول بانج شياطين زباله مفيش منكم فايده، مش قادرين حتى تهزموا شخص مش معروف، وانت بقى بقيت بتعرف اكتر من اللازم ولازم تموت هنا. بيرد لياو انت تخين وباين انك قوي، خلينا نشوف لو هتقدر تخلص عليا، هديك 10 دقايق، لو ما قدرتش تخلص عليا بعدها ما تلومنيش لو اتصرفت معاك بقسوه. يتصدموا كلهم من كلام بطلنا وبيقول له بانج يعني ايه تديني 10 دقايق؟ انا هخلص عليك في ثانيه واحده. بيضرب الجنرال بطلنا بالبوكس بيرجعه لورا، لكن بطلنا بيتعالج على طول. بيقول باين انك اقوى من الباقي، بس يلا هات احسن ما عندك يا حبيبي. يستغرب الجنرال ازاي شخص زيه مش معروف عنده القوه دي. بيكمل بطلنا يلا يا حبيبي ال10 دقايق هتخلص. بيرد بانج وهو بيفعل القوه في ايده انت ازاي تقلل مني كده؟ بيهاجم بانج بسرعه على بطلنا وبيبتدي يضربه بسرعه وبيوقعه في الارض وبينزل فوقيه بيكمل ضرب يمين وشمال. بيكون الشيطان اللي جاي مع بانج بيبص لبطلنا وبيقول له انا افتكرته دلوقتي. بنشوف بانج تعب بعد الضرب ده كله وبطلنا صحته زي ما هي ما قلتش. بيقول انت هتوقف؟ يلا كمل. بيتعصب بانج وبينط في الهواء بينزل ضربه جامده على بطلنا، وهنا بتتفعل مهاره سلبيه لبطلنا واللي هي بعد 15 ضربه بيحصل ارتداد للمهاجم، تنزل صحه بانج كتير جدا فبينط بعيد وبيقف وبيقول ايه حكايه الواد ده؟ بيقول له الشيطان انا عرفته يا ريس، الواد ده هو اللي كان بيتحدى الجنرال الكبير هو لما كنا في القصر، بس اللي اعرفه انه راح لكهف الاجداد، ازاي لسه عايش؟ وليه جاي هنا اصلا؟ بيرد عليه بانج هي دي قصته؟ انا سمعت عنك انك انت بقى ابو وش سمح اللي وقفت جنبه السيده ليو، انت فاكر انك هتخدعني؟ حته شيطان كلب ملوش قيمه بقى في منصب كبير بسبب النسوان؟ انا مش زيك ياض، انا شيطان من المستوى ايه وعندي قلبين شيطانيين، وهكون القائد في المستقبل لعشيره الشياطين. في اللحظه دي بيفعل بانج الدرع الجليد وبينده بطلنا عليه وبيقول له تعالى يا حبيبي تعالى. بيرفع بانج ايده في الهواء وبيجمع الطاقه بينزل بيها فوق بطلنا وبيبتدي يضربه. بتتفعل المهاره السلبيه مره ورا مره وبيبتدي بانج يخسر صحته. في الاخر بيظهر اشعار لبانج بتفعيل الحمايه من الموت، فبيعيط الشيطان المرافق ليه وبيقعد بانج في الارض وبيقول معناه ايه الكلام ده؟ ايه اللي بيحصل انا مش فاهم. وهنا بيقف بطلنا وبيقول له ال10 دقايق خلصوا. بيرد بانج انت ازاي صحتك لسه زي ما هي؟ فبيقول له بطلنا ان هو ده كل اللي عندك؟ فبيجاوب بانج وهو مرعوب ايوه ده كل اللي عندي واديته لك كله، انا اسف عشان خيبت املك، ارجوك يا اخويا بلاش تاذيني، انا عاوز السلام، هديك اي حاجه تطلبها. بيهدده بطلنا انه هيضربه بالبوكس وبيقول له انا عاوزك تخلص عليا. بيتصدم بانج وبيقول له ارجوك بلاش هزار، انت مين بالظبط؟ في اللحظه دي بيخش كاو من الباب وبيقول حضره الجنرال الايمن. يقول الشيطان المرافق يا سيدي انقذ الجنرال ده اخوك. بيكمل كاو هو اللي جاب ده لنفسه، حياته وموته دي حاجه في ايد الجنرال لياو وانا ماليش دعوه. جنرال لياو المكان ده كان مصنع للاسلحه واختاروا الامبراطور الشيطاني السابق بنفسه، بس سوء ادارتي هي اللي سببت المشكله دي، ارجوك تسامحني يا جنرال وانا هصلح الموضوع ده بسرعه. يرد لياو عليه اعملوا اللي انتوا عاوزينه، وحياه التخين ده مش مهمه بالنسبه لي، بس انتوا مجموعه ضعيفه قوي وعمالين تتكلموا عن الاسلحه القويه وطلعتوا في الاخر خيبه. لحظه واحده انا افتكرت حاجه، انت يا تخين قلت قبل كده انك تقدر تديني اي حاجه اطلبها صح؟ وقلت كمان ان عندك قلبين شيطانيين مش كده؟ بيترعب بانج منه بيحاول يغير الموضوع، وبعد شويه بنشوفهم في المستشفى وبانج في العمليات بيقول له الدكتور انه ما يقلقش عشان عنده قلبين، يعني لو خسر واحد منهم مش هيحصل له حاجه. بيكون واقف بره بطلنا والواد الصغير شياو اللي بيقول
اخويا لولاك امي ما كانتش هتنجو، اشكرك. بيقول له بطلنا ان دي حاجه بسيطه وان كويس انه قدر يحقق له الامنيه بتاعته. بيفكر امتى هتتحقق الامنيه اللي هو عايزها، ويكون كاو مع الشيطان المرافق لاخوه بيقول هما شافوا وحده تخزين الطاقه؟ يرد الشيطان ما تقلقش كل حاجه في امان. بيكمل كاو بعدها سلاح الطاقه ده لازم نحميه حتى لو هنموت، ما ينفعش نسمح لحد انه يعرف بيه، جيش البشر هيجي قريب. بنشوف البشر بيجهزوا نفسهم عشان الحرب، وبتكون هولينا بتكلم بطلنا اللي نايم في حضنها وبتقول له كان لازم انت تكون القائد في المعركه دي، بس دلوقتي ما فيش غير جسمك عندي هنا، وحشتني. يا ترى انت كويس في المكان اللي انت فيه؟ انما مش هيعدي وقت كتير وهنتقابل قريب قوي. وفي عالم الشياطين بنشوف مجموعه بتضرب بطلنا بالسيوف لكن من غير ما تاثر فيه، فبيتعصب وبيقول ايه اهبل منك ليه؟ مش عارفين تقطعوا دماغي؟ فاشلين كلكم فشله، مفيش حد قادر يخلص عليا ابدا. في اللحظه دي بطلنا بيصحى وكل اللي كان بيشوفه مجرد حلم. وهنا بتخش لومير وبتقول جنرال لياو صاحبة السمو طلبت اجتماع عسكري طارئ وارجو منك تحضر في القاعه بسرعه. يستغرب بطلنا من حكايه الاجتماع العسكري دي، وبنروح دلوقتي للقاعه وبتقول ليو حسب التقارير اللي وصلتنا في تغييرات حصلت في قياده جيش البشر، والظاهر انهم بيخططوا يهجموا بدري علينا، والمره دي البشر بعتوا جيش عدده اكتر من 10,000، وده اللي خلانا نجمع كل الجنرالات في المملكه عشان نشوف هنرد ازاي. يقول لها هوان في اخر معركه حصلت بالحجم ده كانت من 10 سنين، وكنا محتاجين نجمع كل قواتنا ضد هجوم البشر، وفي الاخر قدرت انا والامبراطور ننفذ هجمات مفاجاه ونخلص على قاده العدو ونحمي المملكه. لكن يومها كانوا البشر باعتين 5000 جندي بس، انما النهارده الجيش بقى الضعف وقواتنا العسكريه ما اتحسنتش بشكل كبير، عشان كده مش قدامنا خيار غير اننا ندافع ونستنى فرصه للهجوم. جون خد معاك فرقه وروح للتحالف واطلب مساعده. بيوافقوا جون على طول على كلامه، وبتسال ليه بطلنا عن رايه. بيفكر بطلنا ان 10,000 جندي ده رقم حلو، وبيقعد يحسبها لو كل واحد سبب له ضرر في وقت معين معنى كده انه ممكن يخلصوا عليه. بيقول فرصه هايله، احنا لازم نحارب ولازم نخرج من المدينه ونواجههم بكل قوتنا. يتعصب هوان وبيقول له احنا دلوقتي بنواجه لحظه حياه او موت بالنسبه للمملكه، ازاي تتكلم بالطريقه الطايشه دي؟ بيرد بطلنا من 10 سنين هجم البشر ب 5000 جندي وانتوا دافعتوا يا دوب قدرتوا تنقذوا نفسكم، المره دي جايين ب 10,000 جندي وعاوز تدافع وتطلب مساعده وهتسلم حياتك للي هيجي ويساعدك. يبقى بعد 10 سنين هيجوا البشر وهيبقوا ساعتها 20,000، هتسلم حياتك لمين؟ مش قادر تواجه مصيرك لوحدك؟ وبعدين مين قال ان القوه العسكريه ما اتطورتش؟ انتوا نسيتوا انا مين؟ انا اكبر تغيير في قوتنا العسكريه. يبتدوا الجنرالات يتكلموا ان كلام بطلنا صحيح عشان هو الملك اللي اعترف بيه الاسلاف، وان النبوءه الشيطانيه بان ملك الشياطين هيوحد كل الشياطين وهياخدهم للنور. بيقاطعهم هوان وبيقول انت عاوز تضحي بالجنود بتوعنا وتموتهم؟ انتوا ما دخلتوش في معارك ابدا، يبقى ازاي تعرفوا قسوه المعارك؟ بيرد لياو هو انت شايف ان النصر بيجي بالحظ بس؟ انت فاكر ان العدو هيسمح لنا ننفذ هجوم مفاجئ مره تانية؟ فاكر ان مجرد الحديث عن اليأس هيخلينا نكسب؟ انت مجرد محارب لسنين طويله ما كنتش تعرف ايه هي اهم حاجه في المعركه. اهم حاجه هو الاصرار على النصر، عشان كده انا هعلن دلوقتي اني بتعهد عسكريا لو خسرنا في المعركه دي يبقى تعدموني ساعتها وتقطعوا دماغي وتخلوني عبره للكل. بيبصوا له كلهم وهم مذهولين، وبيقول جون في سره انت دايما عندك الحماس اللي بيخلي عندنا الامل. بتقف ليه وبتقول تمام المعركه دي هتكون بقياده الجنرال لياو، وهيكون القائد الاعلى والكل لازم يسمع اوامره ويطيعها. احنا هنفتح ابواب المدينه ونواجه العدو. تاني يوم في واحد من المعسكرات بنشوف الجنرال هوان وجامع حواليه الجنرالات الباقيين وبيقول لهم انا دخلت معارك كتيره في حياتي، والمره دي جيش البشر مش بس عدده كبير انما كل جندي اقوى بكتير من قبل كده. المعركه دي مش هنقدر نكسبها وانتم بقالكم معايا سنين طويله وعارفين اني مش هسمح انكم تضحوا بحياتكم بالطريقه دي، عشان كده كل الجنرالات هتنفذ اوامري، وفي المعركه دي ما تخرجوش من المدينه ومحدش يرد على الجنرال لياو، ولو الاميره وجهت ملامه لينا انا هتحمل المسؤوليه بالكامل. بعد كذا يوم بيوصل جيش البشر لحدود المملكه، وبتكون الفرقه رقم 21 من مملكه شانجوا. بنشوف بعدها الجنرال قائد الفرقه بيراقب المملكه بتاعه الشياطين وبيقول جه اليوم اللي هتموتوا فيه، يلا يا رجاله ابداوا الهجوم على المدينه، وما تنسوش ان الجنرال شين امرنا اننا ما نسيبش دماغ شيطان واحد في مكانها. بيضربوا بشر صواريخ على سور المدينه، وبتشوف الشياطين راكبين التنانين بتوعهم وجاهزين عشان يحاربوا. بيبتدوا يستخدموا السحر عشان يدمروا الصواريخ دي، لكن بيعدي صاروخ منهم بيخبط في السور بيدمره. بيبص بطلنا اللي واقف قصاد الانفجار وبيقول اخيرا جه الوقت. وبنشوف الالات بتاعه البشر بتخش من السور وشكلها عامل زي العناكب. يكون هوان بيهمس للجنرالات اللي جنبه ان محدش ينسى اللي قال لهم عليه. بيسالوا بعضهم هم يعملوا ايه عشان لو سمعوا كلام هوان هيبقى ده عصيان للاوامر العسكريه. بيبص لهم بطلنا وبيقول الكل يسمع الاوامر وينفذها، دلوقتي الكل يخش المدينه وممنوع حد يخرج منها، المعركه دي هيتعامل معاها الملك لوحده. بيتصدموا كلهم بعد ما سمعوا الاوامر، وبينط بطلنا بينزل على الارض قدام البشر. بيبتدي يقرب ناحيتهم لغايه ما بيوصل قدامهم بالظبط وهم موجهين الاسلحه عليه. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. لو عجبت الحكايه هدينا لايك وادعمنا باشتراك، واستنى الحلقه الجايه من مجره الانمي، دايما عندنا الجديد. سلام.